رحيلهم ليس بأيدينا، هم رحلوا لأن الله أراد لهم ذلك، أراد لهم حياة أجمل من الدنيا، لكن الحنين مؤلم، فيا رب لا اعتراض على حكمك. رحم الله من بات في القبر وحيدا. الحمد لله، الموت في بعض الأحيان رحمة، عسى أن نكره شيئا وهو خير لنا. اللهم قدرنا وارحم من ماتوا أجمعين يا رب. إذا كما شفتوا العنوان، للأسف توفات أخت الزوج تاعي، ربي يرحمها ويلهم ذويها الصبر ويبدل إن شاء الله محبتها بالصبر يا رب العالمين. ترحموا عليها وعلى جميع الموتى. إذا بسم الله على بركة الله راح نبدأ معكم فيديو تاعي بعد الغيبة لنهار اليوم. كما شفتوني بديتو بفطور الصباح تاعي، راني ريجيم، حبيت نحط لكم الروتين، النظام اللي راني نتبع فيه بلوتو، ان شاء الله تستفادوا به. اذا بعد ما كنت غايبه على داري، على بالكم الغبار وكامل الحاله، بديت نفرز فلاشومبر تاعي، مسحت الكامل الغبار، مسحت الزجاج، بديت في السرير مسحته بامير كلين متعدد الاستعمال، يعني واحد في شحال تستعملوه في شحال من حاجه، في الغبره، في الزجاج، متعدد الاسطح بزاف. صراحه والله ماني قادره نهضر، مانيش قادره، كما راكم تشوفوا راني عيانه، راني مريضه، شغل مازال مانيش مستوعبه. ربي يرحمها ان شاء الله ويصبرها، يعني تعذبت في حياتها بزاف، ان شاء الله تكون زكت نفس يا رب. اذا بعد ما كم شفتوني مسحت كامل الغبره تاعي، نظفت الشبره تاعي هي الاولى، سقمت السرير، بدلت الفراش تاعي. هاد الريحه تاع لوغاج بزاف شابه، كاين هكا وكاين تاع الورد وكاين تاع الخزامه، انايا تعجبني بزاف هادي تاع الفواكه، ريحتها بزاف سكري، جايه شغل سكري، جايه بنينه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ترد النفس، لا ترد الروح للنفس. كملت مسحت لاكوافوز تاعي، البنات راهم يلعبوا، درت لهم مطرح في الارض، خليتهم يلعبوا وانا راني مع الفريز بالعقل برك. مسحت كامل لاكوافوز تاعي، عاودت نظمت، رجعت كامل لي باغفا لبلاصتهم، لي برودوي كوسميتيك تاعي كامل مسحت وجوزت عليه، وفرغت الكابات، عاودت رجعت وشديت معايا كامل، عاودت طاليتهم في بلايصهم، وبديت ننظم في الحالة بالعقل كما راكم تشاهدون
أشهر. إذا راني حنجيب هنا قرعة تاع إيزيس فارغة، ندير فيها شوية تاع الخل، حوالي 2 ملاعق إلى ملعقة ونصف، وعندي أيضا بيكربونات على بالنا متعدد الاستعمالات، تصلح لكلش. إذا ناخذ القرعة هذه تاعي بعد ما فرغت لي من الإيزيس. انا ديما نكون مخبيه وحده هكا اكوتي باش كي نشري البيدون يرجع اللون تاعو كامل لون واحد. اذا نشوفوا كي تغسلوه به كيفاش يعطيكم اللمعه بزاف شابه الاواني تاعكم. هذاك الخل راهو رايح يعقم وينظف، والبيكربونات ايضا غنيه عن التعريف. شوفوا اللمعه اللي يعطيها لكم في لافيسيل تاعكم. اذا المعذره على الصوت تاعي. خلاص تتمر ديك الحمرة هبط. شوف لهنا هذه البسينة، شوفوا الوزاز تاع القارص باللي درتو. فيه شويه الورد هذاك. خلاص قرب حتى يتجانسوا المكونات ويدخلوا كامل في بعضهم. هبط. شوف لهنا هذه البسينة، شوفوا الوزاز تاع القارص باللي درتو. فيه شويه الورد هذاك. خلاص قرب. اذا المقادير قلت لكم نعاود نكتبها لكم هكا باش ما تخلط لكم. دير خلاص راح نجي ننزل الخليط تاعي وندخلوه للفرن على درجه 180 حوالي 25 دقيقه. اذا بعد ما طابت هاي اللي جبدتها درت لها من الفوق كامل بالفرشيطه ولا بالكوردو، ونفرغوا فيها العسيله تاعنا هكاك وهي سخونه. لازم الشربات تاعنا تكون بارده، والبسبوسه تاعنا هذاك وين خرجت عليها فتنا في الشربات هي الاولى. شوفوا كيفاش تشربتها كامل، ما لازمش يكونوا سخونين في زوج لانه راهي ريحه تعجن البسبوسه تاعكم. اذا من بعد خليتها تشربت في غرضها، شبحتها من الفوق بجوز الهند وهاد السوريز هكا من الفوق. اذا شوفوا كيفاش جات خفيفه، جات ما شاء الله. شوفوها جات مشربه حتى القلب، شهيتكم في الجنه. اذا كان هذا هو الفيديو تاعنا لنهار اليوم. ما تنسونيش بالاشتراك وجيم وتعليق، وما تنسوش ترحموا على اخت الزوج وعلى جميع الموتى، ربي يرحمهم ان شاء الله، وربي يبدل فرقهم بالمحبه والصبر يا رب العالمين. والى الملتقى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم. يا مؤنس وحدتي، ويا راحمي في غربتي، ويا ولي نعمتي.